يبدأ فيلمنا النهاردة يا زميلي في واكاندا مع الأميرة أخت البلاك بانثر أو الملك تشالا، وهي بتحاول تنقذه من الموت في المعمل، لكن بتفشل طبعا وبيموت. وبتعمل له يا صاحبي جنازة كبيرة جدا على الطريقة الواكندية، وأم روموندا بتبقى هي ملكة واكاندا من بعده. وبعد الحوار ده بسنة تقريبا الأمم المتحدة بتعمل اجتماع، وبتحضر الملكة روموندا بصفتها بتمثل واكاندا. وبيقول الملكة في الاجتماع إنه مفيش ولا أي تعاون من طرف واكاندا، بالأخص في موضوع الفيبرينيوم، انه ممكن واكاندا تدمر باي دوله من غير ما حد يعرف، لان مفيش لحد دلوقتي جهاز يقدر يكشف الفايبرينيوم ده يا صاحبي. لكن الملكه بتقول لهم انها مش متعاونه معاهم، لانها خايفه من طريقه استعمالهم فايبرينيوم، لانه ممكن يدمروا بيه نفسهم. معانا يا صاحبي شويه عساكر كده بتقتحم معمل تبع الملكه، والمعمل خارج حدود واكاندا. عساكر عايزه تاخد منهم الفايبرينيوم، لكن بيبقى فيها عساكر تبع واكاندا مستخبيين جوه المعمل ده، وعاملين نفسهم ايه بقى، ايه، تلميذ كده، مش واخدين بالك، واخد بالك انت. المهم بقى يا صاحبي بيطلعوا من الخزنه وبيضربوا العساكر المقتحمه كلهم علقه موت بالسحب. بص، يفسحوهم فوق سطح الواد حماده حرفيا يعني. نرجع يا زميلي لاجتماع الامم المتحده، وحراس الملكه بيجيبوا العساكر الاجتماع، والملكه بتقول لهم وده اثبات كافي للعالم انكم مش قدينا، واي حد هيعمل الحوار ده تاني هعلمه في وشه، هديله القضيه في الحته الفاضيه. ليه بقى؟ هيبقى تعدي مباشر على واكاندا وهبقى كده يعني. المهم يا صاحبي امريكا بتنجح انها تصنع كاشف للفيبرانيوم، وفي فريق طبعا بياخده وبيجربه في المحيط، الا بالصدفه بيلاقوه. لكن ما بيلحقوش يبلغوا اي حد، لان في ناس لونها اخضر بتظهر من تحت المحيط، بيموتوا كل اللي كان موجود في المكان، ومفيش اي حاجه مأثره فيهم. وفي واحده بتقدر تهرب وتاخد الطياره. كان بيظهر معانا شبح النهارده بقى، بيطير كده وعنده قوه كبيره جدا، يقدر يمسك الطياره من ديلها ويرميها متدمره في الميه. حاجه كده شبح الاشباح يعني. نرجع لواكاندا يا زميلي مع الملكه، وهي والاميره قاعدين مع بعض كده ساعه صفا ام وبنتها بقى، حنان الام بقى وكده يعني، بعيد عن الناس على شط البحر كده بالليل. مره واحده وكده بدون اي مقدمات طلع لهم واحد من الميه وبيطير، واخد بالك انت، بيطير اللي هو سلام عليكم انا جيت. وبيقول لهم انهم عايشين تحت الميه في المحيط بسبب الفايبرينيوم اللي محدش كان يسمع عنه قبل ما ابنك تتشالا قال لكل العالم ان واكاندا موجوده وعندها فايبرينيوم. وبالصدفة أمريكا اكتشفت وجود الفيبرانيوم بتاعنا في المحيط، لكن أنا موتهم كلهم. وبيقول لهم إن اسمه كوكولكان أو نيمور، الأصدقاء بينادوا له كوكولكان والأعداء بيقولوا له يا نيمور. وبص يا زميلي من الآخر كده هنسميه له كوكو عادي يعني، مهم. وإن كوكو دواتي محتاج واكاندا تتعاون معاه وتجيب لهم العالمة الأمريكية اللي اخترعت كشف الفيبرانيوم ده عشان يقتلوها، يا إما يجي هو والجيش بتاعه ويدمر واكاندا كدهوتي يساويها بالاسفلت. وإنهم لو قالوا المخلوق إن هو موجود أو مجتمع موجود أو أي حاجة عنه هيدمر واكاندا برضه. وبيديهم حته صدفه كده يا زميلي، وبيقول لهم لما يبقى معاكم المخترع الامريكيه انفخوا في الصدفه دي وتحطها في الميه في المحيط، وانا هاجي اخدك بعدها بشويه. وبيسيبهم يغطس في الميه وبيختفي، ويبص جنبيهم بيلاقوا كشف الفبرانيوم موجود. طبعا الملكه بتخاف وبتعمل اجتماع عاجل يا زميلي لكل قبائل واكاندا عشان يشوفوا حوار الراجل اللي جاي دوت عليهم بيطيروا وبتاع والكلام الفاضي ده، اللي مفيش ولا كاميرا ولا رادار صورته يا جدعان، امال شبح. والملكه بتوافق بالصدفه ان بنتها هي والحارسه الشخصيه يروح يسافروا امريكا عشان يجيبوا البت المخترعه بتاعتها اللي عملت كشف الفبرانيوم، فاكره يا صاحبي. وبيسافروا لولايه فيرجينيا الامريكيه، وبيقابلوا الضابط اللي ظهر معانا في الجزء الاول لواكاندا، ويقولوا له انهم عايزين المخترع اللي صنعت الجهاز الجديد دواتي. هو بيقول لهم يبقى انتم اللي دمرتم الفريق اللي في المحيط كده، لكن يقولوا لا مش احنا، وعشان سلامه واكاندا مش هينفع نقول لك مين اللي عمل كده. بيقول لهم على مكان البنت الصغيره اللي اخترعت الجهاز. بيروحوا المدرسه ثانوي، امال يا زميلي امريكان بقى وكده يعني عاملين نفسهم اشباح. هم بيقابلوها وبيقولوا لها انهم هنا بسبب كشف الفبرانيوم اللي عملته المخابرات، لكن البنت بتقول لهم ان عملته كمشروع للمدرسه بتاعتها، هي ملهاش دعوه بالحكومه. وبيقولوا لها انها كسبت عداوه عدو مجهول حتى بالنسبه لواكاندا، وانها لازم تيجي معاهم واكاندا، لكنها بترفض بحجه انها مذاكره وامتحانات وكده يعني. فبيقولوا لها ان في واحد بيطير هيجي لك عشان يموتك لو ما جيتش معانا وانت حر. فبتوافق على السفر معاهم طبعا، لكن المخابرات بتحاصرهم في ورشه البنت، والبنت بتاخد بدله تخليها زي ايرون مان كده في نفسها. الاميره بتاخد الموتوسيكل والحارسه بتاخد العربيه، ويتفرقوا هم الثلاثه، وكلهم بيطلعوا من الورشه صاحبي قصاد المخابرات اللي مش بتقدر تمسك اي حد منهم. وبيهربوا من الحكومه وبيوصلوا لحد الكوبري بره المدينه، وبيطلع من الميه ناس كده لونها اخضر ويضربوا العربيه والموتوسيكل والبدله حتى اللي بتطير بتاع البنت العالمه ديت. وبتفوق الحارسه من الوعي وتدافع عنهم، وبتقدر تغز ثلاث رجاله كده منهم في مقتل يا زميلي، وبتلاقي بيموتوا كده وبيقعوا في الارض. لكن القائد بتاعهم بيقول لهم هم انت في هي في انت عيل هيت يا صحيح. فبيقوموا تاني عادي ولا كان في اي حاجه حصلت، وبيقول لهم روحوا قتلوا الظباط الشهود دول. وبيضرب على الحارسه كده قنبله ميه، فبتقع الحارسه في الميه. اكيد ناس طالعه من تحت الميه تضرب قنابل، ايه اكيد قنابل ميه.
وبتفوق الاميره يا صاحبي قبل ما يقتلوا البنت العالمه، وبتقول لهم انها شوري اميره واكاندا، وبتطلب انها تقابل نيمور وما يقتلوش البنت المخترعه دي. فبيوافقوا وبيديها ماسك كده على وشها عشان تقدر تنفس تحت الميه، وبياخدهم ويغطسوا في الميه. والمخابرات يا زميلي تتجمع تاني يوم عشان تحقق في موضوع الضباط المقتولين على الكوبري دواتي، لانهم مفكرين ان واكاندا اللي عملت الحوار ده. بيحقق معاهم الضابط اللي ظهر اول فيلم يا زميلي، وبيلاقي الصور اللي بتلبسه الاميره شوري وبيخبيه في جيبه، حاجه كده صور عامله زي الخرز كده. والملكه في واكاندا بتعمل اجتماع لكل المملكه تاني فاضيين بقى عشان يتناقشوا في موضوع خطف بنتهم. الحارسه الشخصيه بقى يا زميلي بتاع الاميره بتوصف الناس دي للملكه، بتقول لهم ان كان لونهم اخضر وطلعوا من تحت الميه كده وكانوا راكبين حيتان. فطبعا محدش صدقها وفكروها بتهزي كده وبتشرب حشيش، فبيجردوها من رتبتها قائد الجيش. والملكه بعدها بتزميلي بتتصل على خرز او الصور بتاع الاميره الضابط الامريكي اللي فاكره يا صاحبي الضابط الامريكي ده، وبتقول له ان الجهاز بتاع الاميره بيعمل ايه معاك. بيقول لها انه لقيه في مسرح جريمه، لكن الملكه بتقول له ان الاميره كانت جايه بتحمل مخترع من الناس اللي خطفوها، انا ما اعرفش عنهم اي حاجه. فبتقفل معاه وبتعرف ان الكمبيوتر يا زميلي بتاعها ان اخر موقع للاميره كان في شمال المحيط الاطلسي، وان الناس دي كانت بتتكلم لغه المايا القديمه. والملكه بتسافر وتقابل واحده تبعها اسمها ناكيا، اسمها كده يا صاحبي انا ماليش دعوه، ناكيا نوكيا اللي انت شايفه. وبتقول لها انها ما حضرتش الجنازه بتاع الملك، لكن طالبه منها خدمه، لان شورى اتخطفت من ناس ما يعرفوش عنهم اي حاجه او حاجتين بس، بيعيشوا تحت الميه ويتكلموا لغه المايا القديمه. سهله اهي، سهله. وبتظهر شوري هي والمخترعه الامريكيه، وتقريبا بيبقوا جوه كهف كده يا زميلي وعليهم حراس حاطين ماسك على وشهم. وبتيجي واحده وبتدي الاميره لبس عشان تغير هدومها وبتقول لها تيجي معاها. البت ناقيه بقى يا زميلي ما تهداش، تروح عند قبيله كده في المكسيك تسال واحده شافت الاله بتاعها طالع من الميه، بتقول ان اسمه كوكلكان او التعبان ذو الريش، هم اللي فاكمينه كده يعني ناس تعبانه في دماغها يعني. وليه جناحين في كل رجل من تحت. لكن ناقيه بتطلب منها توديها للشط اللي ظهر منه. والاميره شوري يا زميلي بيتقابل كوكو، بيديها عقد هديه كده وبيقول لها انه كان ملك امه. واسمع الجاي ده يا زميلي بقى، بيقول لها انه عايش من ايام القرن ال16، من ايام حضاره المايا. متخيل يا صاحبي من ايام حضاره المايا؟ الراجل ده من ايام ما يدوسها يا جدعان. المهم بيقول لها ان امه كانت بشريه، هي ومجموعه صغيره كده قرايبها سابوا القريه بسبب الاستعمار لانه حاربهم وجاب لهم الجدري معاهم. لكن ابوه لقى زهره تحت المايه لونها ازرق، فاخدها وعمل منها شوربه، وكل واحد من المجموعه اخد شفطه ما عدا امه. ليه بقى يا زميلي؟ عشان كانت حامل بالواد كوكو، لكن ابوه عمل لها عقد من الشوربه دي. ازاي؟ ما تسالنيش يا صاحبي، هو وقتها كان اما يعمل من الشوربه عقد حالب كلمتين كده وضحك عليها واداها تشرب من الشوربه دي. هو بقى يا صاحبي اللي يحصل، اغمى عليهم كلهم وناموا، صحيوا لقوا نفسهم لونهم ازرق ومش طايقين الهواء وعايزين ينزلوا المحيط. اه والله زي ما بقول لك كده يا صاحبي، مش طايقين الهواء عايزين ينزلوا الميه. ما علينا، بينزلوا الميه وبيقدروا يتنفسوا تحت الميه احسن من الهواء بكتير. وعاشوا في المحيط بعيد عن الحرب والامراض. وامه ولدته في حته اسمها تلوكان، ورجليه كان فيه جناحين وبيقدر يطير بيهم، بيتنفس في الهواء والميه عادي ولا كأن في اي حاجه، وليه ودان كده مدببه كده مسنه. لكن هو يا صاحبي كان عمره بطيء شويه بالنسبه لغيره. ازاي بقى؟ لدرجه ان امه كبرت وبقت عجوزه وماتت وهو كان لسه كده عيل في الحضانه، ورجع بقى هو رجاله القريه القديمه بتاعته عشان تدفن امه هناك بقى. لكن ليه المستعمرين واخدين كل اهل القريه عبيد عندهم. طبعا ايه بقى؟ بيعملوا فله اشباح، بيقتلوا كل المستعمرين الموجودين الاجانب، وبيدفن امه في مكان القريه ديت. والاميره شورو بتقول له انت بتحكي كده ليه يا عم الدنيا؟ في ايه يا عم؟ انا مالي الموضوع ده. بيرد عليها بيقول لها عشان تفهمي انا ليه هقتل العالمه الامريكيه المخترعه. بس مقنع يا جدعان، مقنع والله. وشورو بتقول له انها تاخدها واكاندا مش هتروح بيها امريكا، بتطلب منه انها تشوف تلوكان المدينه بتاعته اللي تحت الميه. بيلبس بدله كده زي غطاسين وبيديها تلوكان الدوله بتاعته، وبتلاقيها دوله متقدمه جدا، امال اكتر من واكاندا نفسها امال. والواد كوكو دوت يا جدعان عمل لهم كشاف كده تحت الميه كبير سيكا من الفايبرينيوم، فرحان بيها قوي. المهم يا زميلي في لحظتها الملكه والبت ناكيا بيتفقوا ان الملكه تستدرج نيمور لبر الميه، وناكيا هتطبق شرط الحلقه بتاع الاميره شوري، بتوصل لموقعها في الكهف تحت الميه وتروح تجيبها هي والبت المخترعه. حاجه كده زي كابتن امريكا كده في نفسها قوي. وفعلا بيرجع نيمور هو الاميره شوري للكهف، وبيديها العقد بتاع امه هديه ليها، وبيقول لها انا مش فارقه معاه موضوع البت المخترعه دي، من الاخر كده سكه ودغري ناوي يقوم حرب عالميه ثالثه ضد العالم كله، وكندا لازم تقف معاه والا هتبقى اول دوله تتضرب في العالم. وسكه كده وكله كله على المكشوف يا زميلي، على المكشوف. لكن بيجي له حد من الحراس تحت المايه كده بيقول له انه تم استدعائه بره، ما تفهمش ازاي. وعلى النقيض الاخر يا صاحبي بنقابل الضابط بتاعنا وبيعمل اجتماع مخابرات، وبيقولوا انهم عايزين يبداوا هجوم على واكاندا بامر الرئيس. كان الضابط بيطلب منهم ايه بقى؟ شويه وقت عشان يشوف حل معاه واكاندا ديت. وبيطلع بره بيتكلم مع الملكه في الخرز بتاع شوري، وبيقول على كل الموضوع يا صاحبي. والملكه بتقابل نيمور وبتهدده سكه ودغري انها تقول للامريكان لو وجود تلوكان لو ما رجعش الاميره، فبيقول لها ان ده لو حصل هيقتل الاميره ويجي واكاندا يعلم عليهم كلهم ويقتلها. اللحظه دي بقى يا صاحبي اللي بيحصل، البت ناكيه بتنزل تحت الميه في الكهف
وتموت كل الحراس الموجودين. بتاخد البتين وتطلع على طياره كده مجهزاها الملكه ليهم، والملكه بتطمن على الاميره، هوبا بتفلق وتخلع على واكاندا على طول. الواد كوكو كان اللي هو خلينا بس هنقول عليه كوكو. كوكو يا زميلي بينزل الكافي بيلاقي الكل اللي فيه مقتول، عاده واحده بتطلع في الروح. تريها يا زميلي بقى تبقى بنته. بيلم الرجاله بتاعته بيسخنوا بكلمتين حلوين ويلا نضرب واكاندا يا جماعه. بيطلعوا فعلا على واكاندا وبيضربوا كل اللي بيقابلهم في وشهم. الواد كوكو بيضرب كل الطيارات اللي بتقابله كانها طيارات لعبه يا جدعان، طيارات لعب بيطير كده وبيش دب 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 بيخبطهم. بيروح القصر عند الملكه وبيحاول يدخل، لكن لازم يبقى شديد سيكه كده، فبيمسك شويه قنابل كده مائيه من اللي هم مخترعينهم وبيرميها على الملكه، والميه بتملى المكان كله بقى، ولا كأن في شبابيك ولا ابواب بيطلع منها الميه، لا ده الميه هتتحبس ما فيش شبابيك ولا بيبان. هم يا صاحبي الملكه بتنقذ البت المخترعه من الغرق، وبتغرق ايه سبحان الله، وبيحاولوا ينقذوا الملكه من الموت لكن بيفشلوا. والواد كوكو بيقول لهم كده وهو طاير في الهواء وشايفها بتموت ان الاميره بقت الملكه دلوقتي، ومعاك اسبوع هرجع بالجيش بتاعي، يا تنضموا ليا في الحرب يا اما همسح بام واكاندا الارض، ومفيش سلام ويلا. ويعملوا جنازه للملكه بقى كبيره، وبنلاقي الضابط بتاع واكاندا اللي في المخابرات بيتقبض عليه يا زميلي بتهمه التجسس. ليه بقى يا صاحبي؟ لانهم كانوا مخبيين جهاز تصنت في الخرز اللي معاه، وفاكاندا يا صاحبي بينقلوا كل الناس لجوه الجبل عشان لو فشلوا في صد الهجوم اللي جاي عليهم. والاميره شوري هي والمخترع بيعسكروا في المعمل بقى بتاعهم، بيقعدوا يخترعوا بقى اختراعات هنحارب. بيصنعوا شويه بدل كده زي ايرون مان. وشوري بتحاول تصنع زهره البلاك بانثر، فاكرها يا صاحبي؟ لكن مش النباتات بتاعتهم، لا مش منها. المره دي بقى من العقد اللي اداهولها الواد كوكو لما خطفها. شفت اللفه البشتكنات ديت؟ وبتنجح شوري انها تصنع زهره البلاك بانثر. يا سلام، بتنام وتصحى تلاقي نفسها عندها قوه البلاك بانثر بقى. بتروح الجبل كده وبتنزل من الطياره كده وتشقلب في الهواء وتعرفهم ان هي البلاك بانثر، وتسخنهم بكلمتين كالعاده، وتلم الرجاله عشان تروح الحرب قبل ما يجي لهم ولاد كوكو لحديهم. اي حد بيلم الرجاله بتاعته لازم يسخنهم بكلمتين معروف. يبقى عندها سفينه كبيره بقى يا زميلي بتحط الجيش عليهم وتطلع بيهم على المحيط الاطلسي، وتبدا المعركه يا صاحبي، ويفضلوا يدعكوا ببعض بقى، وبتنجح ان هي تخطف في الواد كوكو، وتكون مجهزه له طياره كده مخصوصه علشان تنشف الميه من جسمه، اللي هو تحس ان هي سخان كده، فاهمني؟ التريقه يا زميلي بيعيش على الميه وبيطلع براها فتره صغيره بس، وتبدا العركه يا صاحبي وكله يضرب في كله طبعا. لكن جيش كان بقى كبير، اللي هو الواد كوكو بقى عنده جيش ما يخلص، وبيلعب على ارضهم في الميه. تحسوا فرح بيت العمده، كل شويه يجي لهم ناس عليهم يا عيني كتر خيرهم. وبتقدر شوري بعد له روح وضرب وعجن مع نمورا انه يخليه يستسلم، يا اما تقتله، لكن بتقول له يستسلم مقابل ان واكاندا تحمي المحيط بتاع اولاد كوكو، وفعلا بيوافق وبيستسلم، وتاخده وتروح على السفينه كده على الطياره بتاعتها، وهو بيأمر الجيش بتاعه انه يرجع، وهي تقول له واكاندا وفور ايفر والكلام الفاضي دواتي، وتخلص المعركه في 5 دقائق بتخلص. دي العركه اللي كانت عندهم في واكاندا احسن من العركه دي يا جدعان. وبترجع الناس بقى من الجبل على واكاندا لان الامان خلاص استتب والحياه حلوه. والقائده بتاعت واكاندا فاكرها البت اللي هي الزلحه دي، كلهم بتحس ان هم بيحلقوا شعرهم على طول يعني. المهم بتروح تنقذ الضابط الامريكي اللي بيساعدهم من الحبس، وشوري بتروح عند البت ناقيه، ونكتشف معاها يا زميلي ان ناقيه كانت مرات اخوها قبل ما يموت، وان مخلفه منه ولد، ومسمياه تشالا برضه. شوف ازاي يا جدع نفس الاسم. التويستايه اللي في اخر الفيلم بقى يا زميلي ان الواد كوكو بيحايل بنته الثانيه اللي لسه ما ماتتش، وبيقول لها انه استسلم علشان مستني الناس اللي بره تهاجم واكاندا الاول، وساعتها واكاندا هتيجي طالبه الحمايه، طالبه المساعده من تالوكان. دي مسمينها تويستايه، تخيل انت بقى. المهم يا زميلي كده نبقى وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده الجميل. ما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل بتاعك، وسمعنا رايك في الكومنتس يا جميل. سلام.